السلام عليكم. تسببت الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي ضربت ولايتين دمرهما زلزال الشهر الماضي في وفاة 10 أشخاص على الأقل، وزادت معاناة آلاف الأشخاص الذين أصبحوا بلا مأوى. وكانت حصيلة أولية أشارت إلى مقتل 5 أشخاص على الأقل، إلا أن مراسلنا أكد ارتفاع عدد القتلى إلى 10 على الأقل. وقال نعمان خطيب أغلوم محافظ إقليم أديامان إن شخصا توفي في بلدة جنوب شرقي تركيا حيث جرفت المياه منزلا تقيم فيه مجموعة من الناجين من الزلزال، ولا يزال 4 أشخاص في عداد المفقودين. وقال صالح أيهان حاكم ولاية شانلي أورفا لتلفزيون هابر تورك إن 4 أشخاص لقوا حتفهم، وفقد 2 من رجال الإنقاذ من جراء الفيضانات. وأظهرت لقطات تلفزيونية من شارلي أورفا مياه الفيضانات تتدفق على طول الشارع وتجرف السيارات. وأجلت السلطات العديد من الأشخاص من مخيم غمرته مياه فيضانات في شارلي أورفا، حيث كان الناجون من الزلزال يحتمون في الخيام. وذكر تلفزيون هابرتورك أن السلطات أجلت أيضا مرضى من المستشفى. إلى اللقاء في خبر آخر، لا تنسى لايك للفيديو. شكرا لكم على المتابعة.